السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. النهارده هنعمل اكله حلوه قوي وحاجات كده لذيذه. كل الناس بتحبها، بس في ناس برضو لسه يعني ما تعرفهاش. اللي انتوا شايفينها دي حاجه كده في العجل اسمها ضره، بس طعمها حلو جدا. وسعرها مش غالي، ودي ماسوره هنعمل منها احلى شوربه. طبعا انتوا عارفين اسعار اللحمه بقت غاليه ازاي. هنعمل شوربه حلوه جدا وغنيه جدا ومفيده. شوربه الماسوره مفيده جدا وبتحلي اي اكل يتعمل عليها. وده نص كيلو سجق بلدي. طبعا اكيد كل واحد ليه جزار بيتعامل معاه وعارف السجق اللي بيجيبوا منه. وده نص كيلو لحمه مفرومه. هنعمل طبق اكل حلو قوي. العظم ده انا شطفته شطفه حلوه من اي حاجه عليه مش مرغوب فيها، وجبت ميه مغليه وهنزل العظم فيها. ممكن تغلي العظم ده غلوه وترمي الميه وتغيريها وترجعي بميه نضيفه تاني. طبعا اول ما يغلي كده، لو في ريم واي حاجه بقى شكلها مش عاجبنا او الريم زي ما انتم شايفين كده، لازم يتشال، ولازم الشوربه تبقى نظيفه جدا. بعد كده هنجيب طماطمتين وسط وبصلايه كبيره وجزر وفصين توم، الحاجات اللي هننكه بيها الشوربه. طبعا دي هتحلي طعم الشوربه وتخليها حلوه جدا. بعد كده التوابل الجافه، الحبهان، فلفل اسود، ورق لورا، وهسيبها تغلي. ولو ظهر برضو ريم تاني هشيله، لان هي العظم بيطلع ريم شويه. تمام. وهعملها بقى معاملة اللحمة، واوطي عليها وهسيبها خالص لما تستوي. زي ما انتوا شايفين، اول ما تخش في السوا العظم يعني خلاص تبتدي، خلاص هعمل. بصوا بقى الشوربة وجمالها، انا ما شفتش شوربة كده. لا طعم ولا ريحة ولا لون. يعني بصوا، غنية غنية، احلى من شوربة اللحمة 100 مرة. بعد كده هنعمل الضرة دي بتعمليها معاملة اللحمة بالظبط. يعني بتجيبيه مية سخنة وتسلقيها وتحطي المنكهات بتاعتك اللي انت عايزاها طبعا، بس المية بتاعتها بتترمي يعني اول ما بتتغلي، اول ما تبتدي تستوي زي ما انتم شايفين كده اهوت. ممكن تقطعيها قطع، ممكن تسلقيها زي ما هي. انا هسلق برضو السجق لانه هي فيه دهون. اي سجق بتجيبيه من اي مكان حتى لو ضمناه 100% بيبقى فيه دهون، وانا بحبه ينزل الدهون دي في الميه. بتخلص منها عشان لما احمره بيبقى نسبة الدهون فيه قليلة. بصوا كمية الدهون اللي نزلت. بعد كده بقى طلعته، سبته يهدى بره. طبعا كمية دهون اهي. سبته يهدى شوية كده اهوت، وهي هقطعه لجزئين. وهعمل بقى الكفتة. ده قرن فلفل صغير حامي وشوية بقدونس وبصلة وطماطماية وفصين توم، وهضربهم في كلهم في الكبة زي ما هم كده، ومش هصفيهم. انا بعمل الكفتة اللي هي ايه، بتاعة الطاسة، مش كفتة حياتي طبعا. الكفتة دي جميلة، بتلاقيها في سندوتشات التقطيع كده، بتبقى طعمها حلو. حطيتهم بميتهم زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده نزلت بمعلقتين كبار بقسماط وملح وفلفل اسود وسبع بهارات ورشة جوز الطيب. بعد كده بقى هدعكم بايدي كويس جدا عشان افتت الانسجه بتاعه اللحمه. وزي ما انتم شايفين كده دعكه حلوه يعني. بعد كده هبتدي اكورها. لو لقيتها محتاجه بقسماط هديها معلقه تاني، مش هحط لها بيكنج باودر. انا عايزه احس بطعم اللحمه كده وطعمها حلو. زي الكفته بتاعه الطاسه كده اللي بتلاقيها في محلات التقاطيع. هسيبها بقى تريح في التلاجة شويه، وبعد كده هحط ميكس زيت على سمنه. ممكن تعملي سمنه بس. في طبعا في المحلات بتاعه التقطيع مش بيعملوا ولا بسمنه، هما بيعملوا بالسمين اللي بيسيح الدهون اللي موجوده اصلا في العجل. حطيتها بقى في الطاسه وتكون سخنه. مش هقلبها طبعا الا ما تحمر من تحت عشان ما تفكش مني. خلاص بالظبط، هي هتاخد بالظبط 7 دقايق من كل ناحية هتكون استوت. بتستوي بسرعة جدا. زي ما انتم شايفين لونها حلو قوي وطعمها كان جميل جدا. مش كفتة حادي، دي كفتة عادية اللي هي بناكلها كده في السندوتشات. طعمها حلو حلو جدا. طبعا السجق انا هقسمه على 2 عشان يبقى مناسب، لان انا كل الكلام ده هحطه على بعضه. انا لو كنت قطعته قبل ما كان يتسلق كان هيفرت منه، لكن هنا هو خلاص برد فماسك نفسه. قطعوه بقى الحجم اللي انتوا بتحبوه يعني. والذره زي ما انتوا شايفين كده، انا هقطعها يا اما شرايح زي ما بتشوفيها عند محلات التقاطيع، او تقطعها كيوبس صغيره كده، هو براحتك يعني. اهم كده قطعنا ده وقطعنا ده. هنحط بقى زيت ذره في طاسه كبيره كده، وهنحط السجق يتحمر. وبرضه هنحط الذره تتحمر في جنبين كده. كنا نروح نلاقي الراجل عامل جناب كده، كفته وسجق وذره. بعد كده اول ما يبتدوا يتحمروا هقلبهم كلهم على بعض واديهم رشه ملح وفلفل اسود.
وبعد كده هوت هنزل برضو بقى بالكفتة عليهم عشان ايه اعمل ميكس كله على بعضه كده هوت. وزي ده كده زي ما انتوا شايفين شكلها حلو وطعمها كان جميل جدا. وطبق طبعا يعني يعتبر معقول في الايام اللي احنا فيها دي. كل حاجة بقت فيها غالية. ان شاء الله يا رب كده الفيديو عجبكم وتشوفوه. اشوفكم على خير.